ابنك عنده فرط حركة ومش عارفة تتصرفي ازاي؟ الاول خلينا ازاي نعرف ان الطفل عنده فرط حركة. اولا فرط حركة يعني ما بيقدرش يقعد في مكان كتير لفترة طويلة، هو طفل ملول ما بيحبش يقعد في نفس المكان لفترة طويلة، بيحب يجري جدا، بيحب يتسلق اي حاجة، مندفع، ما بيقدرش يكمل نشاط لغاية الاخر، ما بيقدرش يكمل نشاط اصلا بهدوء، يعني عشان يبقى قاعد بيعمل حاجة او بهدوء ما لازم يعمل دوشة، بيغني، بيعمل اي حاجة. كمان لما بيبقى قاعد، لو قعد، وطبعا هو ما بيقعدش فتره طويله، بيبقى قاعد بيحرك ايديه او بيحرك رجليه او بيلعب في اي حاجه بايده، بيبوظ اي حاجه بايده او بيبوظ اي حاجه برجله، بيتكلم كتير. كل العلامات دي بتقول ان الطفل عنده فرط حركه. طيب لو لقيتي علامه من دول او كلهم او بعض منهم، ولقيتي ان العلامات دي بتاثر على حياته اليوميه بشكل سلبي او بشكل كبير، في الحاله دي لازم استشاره طبيب متخصص. اما اذا كانت مش بتاثر على حياته بشكل قوي وموضوع تحت السيطره، تقدري تتبعي الخطوات اللي احنا هنقولك عليها دي هتساعدك كتير على انك تخليه يقلل من حركته الكتيره. طيب اول حاجه تعمليها الصبر 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 الصبر، لانه في بعض الامهات الطفل زي ما قلنا ما بيقدرش يكمل نشاط لغايه الاخر، يعني لما بعض الامهات لما بتبقى قاعده مع ابنها وهو بيذاكر ما بيقدرش يكمل الحاجه لغايه الاخر، فبتضطر تضغط عليه وممكن تتنرفز عليه، ممكن تشتمه، ممكن تضربه عشان يخلص الحاجه اللي هو او يخلص الهومورك او الحاجه اللي كانت مطلوبه منه. الضغط عليه ده بيجيب نتيجه عكسيه، فيبقى الصبر، وما تحاوليش تضغطي عليه ان هو يكمل حاجه لغايه الاخر، خليه يروح يلعب ويرجع لك ويعمل الموضوع على مراحل. طيب حاولي كمان تخصصي مكان آمن في البيت بحيث ان هو يقدر يجري براحته من غير ما يكون فيه اي اصابات لا قدر الله. كمان مهم قوي ان انتي وبابا تخصصوا وقت تقعدوا مع بعض فيه، لانه الوقت ده بيخلي فيه حالة من التقارب العاطفي كده، وده مفيد جدا في حالة فرط الحركة. طيب حاجة كمان لازم توجهي الحركة اللي عنده دي بطريقة إيجابية، هو عنده فرط حركة فالمفروض انه مش عارف يقعد طول الوقت، نوجهها بطريقة إيجابية بحيث انه هو يشترك في أي لعبة رياضية يكون فيها مجهود زيادة، زي الجري، زي الكورة، زي عجل، زي ألعاب قوة، أي حاجة من الحاجات دي. كمان الحاجات اللي فيها نشاط ذهني عشان نحاول على قد ما نقدر ان احنا نسترتش او نمط في الفترة اللي هو بيقعد فيها بيركز، زي مثلا البازلز، زي اي حاجة فيها تلوين بالارقام، الحاجات دي بتخليه يركز لفترة اطول. كمان اثناء المذاكرة دي حاجة مهمة جدا، انه اثناء المذاكرة خليه يمسك اي لعبة بتطلع صوت او اي حاجة طرية زي الستريس بول او اي حاجة اسفنجية، بحيث ان هو يطلع يعني يفضل ماسك فيها ويشغل نفسه بيها وهو بيذاكر. كمان مهم جدا ان انتي تربطي كل حاجة بجدول زمني، يعني كل الاكتيفيتيز اللي بيعملها من اول ما بيصحى لغاية لما بينام، زي الاكل، النوم، الشرب، التمرين، المدرسة، الصلاة، غسيل سنانه، غسيل وشه، كل التفاصيل. هتقعدي انت وهو وتجيبوا تشارت كبيرة وتتفقوا على كل الحاجات اللي انت عايزاه يعملها، كل واحدة من الحاجات دي هياخد عليها نقطة، هتتفقوا مع بعض اذا جمع عدد معين من النقط هيبقى له هدية، جمع عدد اكبر من النقط هتبقى له هدية مختلفة كل اسبوع او كل شهر على حسب ما انت شايفة مناسب وعلى حسب حجم الهدية. بس لازم تتفقوا من الاول ويكون هو عارف ان هو بيحقق الكلام ده او بياخد النقط دي عشان تجيله الهدية اللي هو طلبها او اللي هو نفسه فيها. طبعا بما انه طفل ملول الموضوع ده هيمشي معاه كويس قوي مرة 2 3، لكن بعد شوية هيزهق، فانتي خليكي ذكية اكتر وحاولي ان انتي ما تغيريش من التشارت، لكن غيري في الحاجات اللي احنا بنستخدمها نجمع بيها النقط. يعني بدل ما احنا هنحط مثلا ستارز المرة دي، لا هنحط ستيكرز يكون هو بيحبها ومختارها، تكون مرة بلي الماربلز دي، او تكون مرة كوينز، او مرة زراير، اي حاجة تقدري تجمعي بيها نقط. كل مرة اعمليها بطريقة مختلفة، ما تغيريش الفكرة الاساسية لكن غيري الآلية اللي انت هتستخدمي بيها. الحاجات دي مهمة جدا عشان الطفل اللي عنده فرط حركة، لكن اهمهم كلهم على الاطلاق التعبير عن الحب طول الوقت، ان انت تعبري عن حبك، انك بتحبيه وانك بتحتضنيه. الحضن ليه تأثير السحر، بغض النظر هو شقي، هو بيتحرك، هو كذا، انا بحبك في كل الاحوال. الحضن الحضن الحضن.